ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده معانا مشكلة في بنوتة كانت على علاقة بشاب، والشخص ده سابها وكان لعبي في العلاقة، وهي عرفت ان الشخص ده مش مناسب وابتدت تشتغل على نفسها، لكن هي بيجيلها افكار ان هو على علاقة ببنات، وتقعد تفكر هل البنت دي اجمل مني؟ هل البنت دي احسن مني؟ اول حاجة انت عندك ضعف في الثقة بالنفس، بتحسي ان قيمتك مرتبطة بالشكل او بالاختيار الاخرين، وده بيخليكي تقارني نفسك بغيرك بشكل غير عادل. العلاقة اللي كانت مع الشخص اللعبي دي تركت أثر نفسي وسلبي على تقديرك لذاتك، ممكن تحسي إنك مش كفاية لأنه تركك وراح لشخص آخر. بتلاقي نفسك بتقارني نفسك بالبنات اللي الشخص ده بيدخل علاقات معاهم، وده بيزود إحساسك بالنقص أو الخوف من إنك أقل منهم، وإنتي مركزة بشكل كبير على الشكل والمظهر الخارجي بدل ما تركزي على الصفات الداخلية اللي فعلا بتحدد القيمة الذاتية والرضا عن النفس. هقولك على شوية حلول. أول حاجة لازم تركزي على ثقتك بنفسك، لازم تعرفي إنك تستحقي علاقة حقيقية مبنية على الاحترام والحب، مش مجرد مظهر خارجي. وتوقفي عن المقارنات، كل شخص ليه مميزات وعيوب، المقارنات باستمرار بتضعف الثقة بالنفس. لازم تتعلمي تحبي نفسك بكل التفاصيل، ولو فعلا اشتغلتي على نفسك بالفعل لازم تكملي مشوار التشافي من خلال التأمل والوعي الذاتي والعناية بنفسك سواء نفسيا أو جسديا. ركزي على تطوير حياتك الدراسية أو المهنية وهواياتك وأهدافك، بدل ما تضيعي وقتك في تفكير في الشخص اللي من الماضي. ولازم يبقى فيه قبول بإن الشخص كان غير مناسب، والشخص اللعبي مش معيار لقيمتك. انتي تستحقي حد يحترمك ويقدرك، واللي عايز يضيع وقته في علاقات سطحية ده شخص مش مناسب. لازم يبقى عندك استقلال عاطفي، بمعنى انك تعتمدي على نفسك في الشعور السعادة والرضا عن حياتك، بدل ما تربطي مشاعرك بأفعال واختيار الآخرين. مارسي أنشطة اللي بتحبيها هتساعدك، هتلاقي مصدر جديد للمتعة والرضا بعيدا عن العلاقات العاطفية. لازم تتعاملي مع العقلية السلبية لما تجيلك أفكار اللي بتقولك إن الشخص الآخر اختار حد أحسن منك. محتاجة إنك تدركي إن ده نابع من عقلية سلبية، وتحولي التفكير ده لنظرة إيجابية. ودايما اعملي توكيد إنك تستحقي حد يختارك على اقتناع ويحترمك، مش حد يجرحك. الاستقلال العاطفي هيقويكي ويخليكي قادرة تعيشي بسعادة وتحققي ذاتك بعيدا عن الاعتماد على الحب واهتمام من شخص تاني. لازم تعرفي ان قيمتك مش